السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز. طريقة كتير سهلة وبسيطة، كتير بتنطلب ولا أسهل منها. نبدأ بسم الله. بحتاج لملفوف أحمر، بحاول أقطعه كتير رفيع قد ما تقدر رفعيه في التقطيع. بدي نص كيلو أو 500 جرام. بضيف له رشة من الملح، وبضيف تقريبا معلقتين كبار خل، ومعلقة كبيرة سكر. بخلطهم وبضغط عليهم بإيدي بالشكل هذا. بدي أضل أضغط بالشكل هذا عشان أنزل المية الموجودة. بحطهم بمصفاية وبتركهم على جنب نص ساعة ساعة قد ما تحبي لحد ما تنزل كل المية الموجودة. شايفين هذه المية اللي نزلت؟ هيك تمام. بينزل المية وبيطرى كمان. بضيف له نص كوب شمانة أو صور كريم أو لبن عالي الدسم، كله واحد. بدي أضيف كوب من المايونيز. بخلطهم. مهم جدا بسلطات المايونيز انك تتركيها بالثلاجة وقت كافي، يعني اقل شيء 4 ساعات اقل شيء. لو قبل بيوم كمان افضل. بغطيها وبتركها بالثلاجة، وهيك بتكوني عملتي اسهل واطيب سلطة. حياكم الله.